غادي نوصلوا نحن نشوفوا. راكم تشوفوا لهنا، راكم تشوفوا هنا هذايا رانا في الحاله هذه، في الحاله اللي رانا فيها هذه رانا استقبال الصوت والصوره. راكم تشوفوا كاين الصوره وكاين الصوت. المنافسه بين مختلف المؤسسات دوك رانا استقبلناها ومن بعد واش نديروا؟ رانا نراقبوا فيها. دوك عندنا اجهزه مراقبه الصوت والصوره. هذايا الصوت عفوا الصوره، وهاد الاجهزه للصوت. داكور؟ بعد واش نديروا حنايا؟ قلت لكم استقبال مراقبه بعد نوزعوها. وين نوزعوها؟ المره الاولى التوزيع يكون توزيع داخلي. استقبلتها وين نمدها لقاعه البث. وعلاش نعطيها له؟ راك تشوفوا فيها هذه الصوره هذه. كي نعطيها له هنايا واش يدير؟ يعاود يرجعها لي، ولكن هذه تختارها بصفه واحده اخرى. هاو يدير لها اللوغو ويدير لها الشريط هذا تاع اخبار. فهمتوا؟ دونك يعني وزعتها عاود رجعها لي. علاش يعاود يرجعها لي؟ هو واش يدير لها؟ يدير لها كيما نقولوا حنا لابياج، بعد يعاود يرجعها لي. دونك يعني عاود استقبلتها مره اخرى من الداخل ماشي من الخارج. نراقبها ثاني ومن بعد واش ندير؟ من بعد هنا نوزعها وين؟ في لونتان هي نسكبوا بها في بوزريعه. كان شركه بارتنر تاعنا تيديا هو اللي يستقبل كامل البرامج تاع المؤسسه ويوزعها في لي زونتان، أنتن أرضية ولا فضائية. بعد هنا 5 قنوات تعرفوهم. كاين بور المومون كاين هذه الأرضية والثالثة راه مباشر على المباشر. عندنا كان راجل كيف راهي على المباشر، كان باين مكتوش على المباشر ولكن بين الساعة. فوالا سي لو ميم برانسيب تاعي. وعندنا الأمازيغية راهي ستامون يشتغل على كل حال. وعندنا قناة القرآن. دونك فهمتوا هذا ولا لا؟ استقبال، ارسال، مراقبه وتوزيع. هذا هي سي لوديفيزيون. هذه كان الاستقبال، هذه القاعه خاصه بالاستقبال والمراقبه والارسال والمراقبه والتوزيع. يعني هذا هو تقدر تقول شغل، هذا هو اللي راه يدير كيفاش يقولوا ليزون بين الخارج. إذا كان في الخارج يعني إذا كان استقبال راح يهمنا احنا باش نديروا يا مباشر مقابله ولا لا. وكي يخرج منا للارسال راح يروح ديريكتوم للمشاهد. بالنسبه للحصص المسجله كلش. هذا يقول لك المباشر. هاو المباشر. هذه راه مباشر. ماشي مسجل كلش. نعم. الاستوديو تاع المباشر التلفزه هنا كاين هذا الاستوديو هذا لا راهو جاي من الخارج، راهو جاي من برا، من داخل هاوليك. هذا جاي من عندنا كان راجل. هذا راه يجي هنا كيما مع كي دخلتوا. كي دخلتوا جاي على اليسار. هذه أرضية كنراجيل الثالثة وكاين أمازيغية ولبابية. كل نهار كاين أمازيغية ياك. راكم تشاهدوا هذا الاستديو تاعنا الداخل. دوك عندنا 10 دوك عندنا 12 ماتيريال اخر طراز نيميريك. كاين مخرج، كاين عندنا 5 كاميرا داخل الاستديو ياك، 5 كاميرا. وشاهدتوا الصحفي يقرا بلا ورقه ديريكتومون. هذا يكون سيستم تيليبرومبتور تشاهدوا كيف نعطيوها وتشوفوا مباشره المشرح ياك. كاين هنا كاين رئيس التحرير اللي يبعث الاخبار تاعو ديريكتومون لا كاميرا. كاين هذا الميكرو، هذا كاين واحد الميكرو داخل به، وهذا هو يتحكم فيه هنايا. كاين مشرحين وراه الطالع تيدوروا. هذا اللي درنا المنتج تاع الصباح. هذا كايتيك واش يكون هنايا، واش تقرا الصحفيه يبعث لها من يخرج ديريكتومون هنايا لا كاميرا، من لا كاميرا التليفون يروح لا كاميرا. هايدي الصحفي ياك هو يتحكم في النشره تاعو. هنايا هذا الصوره والصوت. الصوره مخرج منها صوتيات
وهنايا نافوغراف طيب بعد الصور نافوغراف هنايا كاين الاشرطه المانيتوسكوب، الاشرطه اللي نبعثوا الاشرطه تاع لي فيديو ميم كاين هذا جهاز ثاني واليوم نبعثوا الاشرطه كاين جهاز داكور. حاجه في اسيد هنا عندنا على 10 ياك نوجدوا حنا نتعاملوا الكثير على بالك النشره كي تكون عندنا هنا في عملية التنفس الساعد، إضافة إلى أن يعني المنطقة تقدر تشتغل أكثر بيئيا، ولذلك ما فيهاش ربما الواحد على عاصمة البلدة يعني وسط البلدة، وكذلك يعني ليس الموضوع عنده جينيتيك علاش قلت لك الواحد يروح يجينا سلوك حضاري كما قالت اسماء. قبل ما نبعثوا الموضوع لازم الواحد يتعلمها، والثقافه لازم الواحد يتعلمها ويرسخها في نفسه وفي غيره، خاصه في الصغار. صحيح، مهم جدا. يعطيك الصحة لك كذلك، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. موعد الاسبوع المقبل اكيد في برنامج صباح الخير ايضا يحييكم في الكواليس وكل اللي يخدمكم في هذا اصبح من خلال برنامج صباح الخير هي الجزائر. انا بحول الله تعالى الملتقى سيكون مع محسن من خلال الفقرات والمواضيع ان شاء الله تكونوا حاضرين، فهي مواضيع مهمه جدا ومفيده جدا. مسك الختام تحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية وبجنان عرض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل تجربة الجزائر في محاربة التطرف والإرهاب، حيث أبرز جهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال استراتيجية شاملة سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال. ودعا مساهل إلى ضرورة التعاون والتنسيق لاستئصال الظاهرة التي تشكل تهديدا هي مو مصلحة الأرشيف يوميا تستقبل البرامج اللي تبث في الشاشة اللي تشوفها في الشاشة، البرامج الوطنية باش نأكد عليها، البرامج الوطنية اللي تبث على الشاشة احنا نستقبلوها. كي نستقبلوها تكون مسجلة في أشرطة دي كاسيت كما كنت تشوفوا هكذا، يعني البرامج تجي موجودة هكذا دي كاسيت. هاد البرامج هذوما كيجيونا نديروا لها كما كنتوا تشوفوا كاع فيهم هكذا بطاقه وصفيه، هذه اسمها بطاقه وصفيه، فيها العنوان، تاريخ البث، المده، وصاحب المؤلف المخرج او المنتج، بالاضافه الى لاكود نقولوا لها الشفره، رقم هذا البرنامج كما كنتوا تشوفوا هنا 522 سنه 2007. احنا عندنا اون باز دو دومين، عندنا قاعده معلومات هي اللي تعطينا هذه كي نسجلوا هذه المعلومات نحطوا على التاريخ العنوان تاع هذايا والتاريخ البث، كي نديروا زعما اونجستري يعطينا النيميرو. هذا مقياس 16 ملم 16 ملم. هذه الصوره كما كتشوفوا، هذه صوره، والصوت هاولي الصوت. الصوره في كما نقولوا في شريط واحد والصوت في شريط واحد اخر. هما نفسهم سي برنامج واحد، انيميسيون واحده، بصح الصوت مسجل في شريط ولا في شريط. هذا مقياس 16 ملم. مقياس 16 ملم هذا يستعملوه في التلفزيونات.
السينما يستعملوا مقياس 35 ملم اكبر منه. هذا فين يا اخي هذا المقياس 35 ملم وقلنا الاخر 16 ملم. شريط كيما راكم تشوفوا هذا فيه الصوره والصوت ماشي كيما كانت من قبل كل وحده واحده. انا يعني نفس الشريط فيه الصوره والصوت كيما راكم تلاحظوا. يعني هذا الحجم ديالو كبير ومام ثقل. يعني كنعطيكم الكيلو في الدور راهو ثقيل. يعني ندير كيما يقولوا راني فور باش راني ثقيل. هذا اسمه 2 بوس. هذه 2 بوس يعني وحده قياس تاع انجليزيه. يعني اقل حجم واقل ثقل. وما يخفالكمش ان كل ما يخرج وعاء جديد يكون خير من سابق. هذا يعني مفروغ منه. يعني قضيه كاليتي ديماج وقضيه الصوت. انا قدام بالك تخرج عندي صغيره كذا. ايه انا فيها لا فلاش ديسك كنخرج فيها. لا كاسيت هي لك هذه كاسيت ايماتيك. هذه تقدر يعني تشد 60 دقيقه ساعه وكاين تاع 20 وكاين تاع نص ساعه. هذه ايماتيك. هذه كاين تاع 60 كاين تاع 90 كاين تاع 30 كاين تاع 10 دقائق. وبعد هذه انالوجيك. وبعد خرجت الخضراء اللي وريتها قبيلات خضراء نيميريك تسمى. هذا قضيه يعني تقنيه نسخ الاشرطه. يعني تكون قضيه كما قلت لكم لا كاليتي ديماج وكاليتي دو تكون احسن. وكاين دوك واحد اخرين دي كام. بون انا ما عنديش دي كام هكذا صغيره كيخرج زعما الصحفي ولا يخرج الكاميرامان كيروح يجيب يعني يغطي كاش حدث ولا كيجيبها شغل دير دي كام هكذايا. وبعد هذاك لا ماتيير يبالونسيها في يونيتي سونترال شغل الاخر. تسمى تولي لا كاسيت ما عندهاش اهميه. تسمى هذيك لا ماتيير يونجستريها داخل الاخر وما تولي شغل فيشي ولا غير ان فيشي اللي يمونطي به ومنه. حنا تسمى هنا كاين غير لي كاسيت فيديو. هذه دوك اللي عنده استفسار ولا جواب ولا سؤال نعطيو الجواب. تفضل. نشوف الحل باش تشوفوا كيفاش راهم رونجي كيما راكم يعني تسلسل. هنا كيجونا صحفيين ولا منتجين يديروا لنا طلب ارشيف يعني يكتب لنا الموضوع ولا البرنامج اللي يحتاجوه. حنا كاين في لا باز دو دوني في قاعده المعلومات ندخلوا يعني واش يحتاج يخرج لنا رقم لاكاسيت. حنا نديرو ديريكتومون هنا قال 363 2007 نجيب له نعطوها له ياخذ واش يسحق ويعود يرجعها. ويفكم في العمل تاعكم كما نقولوا. مرحبا بكم كلكم ان شاء الله. الله يسلمك الله يسلمك ربي يساعدنا. هذا الاستوديو تاع المباشر. انا راكم في المباشر. واش راكم تسمعوا دوكا راه جوج على المباشر. هذه لا كابين تكنيك غرفه التقنيه يخدم فيها التقني والمخرج والمراقبه. والداخل يقعد الصحافي والمنشط والضيوف. ايوا وهي مفتوحة لمختلف الحصص اللي رانا نفوتوا فيهم كيما دوكا رانا ندوزو اعلانات اشعاريه مسجلين. وبعدها عندنا الموجز على 11 وكاين حصص ساعات يكونوا على المباشر وساعات كاين حصص إلى أكثر من 60 سنة. مسجلات يجونا هنايا كل حاجه مسجله بالتوقيت تاعها وشكون اللي يديرها التسجيل على مستوى مركزي. ولا عندكم اسئله ولا حاجه ما تفهموهاش ولا حبيتو تسقسيو. النيفو هذا اللي رانا فيه هنا اللي كاين 3 ستوديو. شان ان راكم هنايا بعد كي تخرجوا تروحوا لاشين 2 تاع يوزو الانباء. ومن يتم البث هنا البث مباشر. لا خلي مور الفلاش قبل ما نبعث لي ميل. الجورناليست الجورناليست داخل. دوك انا نعطي الميكروفون المنشطه تقول شكون راح يقرا الموجز وبعدها تقرا عليها الحاضر. دوك هذا واش راه يجوز اعلانات. هذا التشريع الجزائري الحالي عندنا هنايا مسجل كل اعلان توفير ما تطالب به اتفاقيه السيداو. كي تشوف هذه لا كونفونسيون دو سيدا وتشوف الرصيد ماشي هذيك الاولانيه هذا عزيز علاش فيها بروبليم.
11 صباحا بإذاعة الجزائر. جميلة الوابحية وهذا الموجز الإخباري. أهلا بكم والسلام عليكم. في النشاط القطاعي يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم بزيارة اللاجئين الأفغانيين. وقالت مصادر إعلامية إن كيري جاء إلى العاصمة الأفغانية للإعراب عن دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الأفغانية وكذا تشجيع مسار السلام مع الطالبان. فاز الرئيس الجيبوتي إسماعيل محمد غيلة بولاية رابعة خلال الجولة الأولى من الرئاسيات التي جرت أمس الجمعة. إلى اللقاء جميلة. دقيقتان بعد 11 صباحا بإذاعة الجزائر. نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا ونتمنى لكم أوقات جد ممتعة ومفيدة رفقتنا ورفقة برامج إذاعة الجزائر لهذا الصباح. نذكر أن تلامذة متوسطة الإخوة طاهر جابر بلدية بوقادير ولاية تشلف هم حاليا في زيارة لمقر الإذاعة. نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا، ونتمنى لكم زيارة إن شاء الله ممتعة مفيدة موفقين بحول الله. 3 دقائق بعد 11 صباحا بإذاعة الجزائر. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى موسكو مع الأستاذ الموسيقي جمال حمودي. I